السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى شوفوا الكنافة اليومين دول، شايفة شغلها وعمالين عليها ترندات، ايشي مكشوفة وايشي مكسوفة، ومطلعين عليها اسماء كتيرة جدا. انا بقى الكنافة بتاعتي النهاردة هسميها الكنافة الطيبة او كنافة الناس الطيبة، كنافة امهاتنا زمان. ان شاء الله هنعملها النهاردة ازاي ان هي تطلع معاكي متماسكة كده، وكمان شاربة الشربات بتاعها. ان شاء الله نعملها النهارده مع بعض، وكنافة سادة وزي ان هي تطلع معاكي لون دهبي حلو كده من فوق ومن تحت بقى بالشكل ده. وكمان بجد والله طعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. تعالوا بقى نشوف. الاول هنحضر كده الشربات بتاعها، علشان هي بتحتاج ان الشربات يكون تقيل ويكون بارد. هحط هنا كوبايتين سكر، وهحط كوباية ونص مية. تمام. هجيب هنا نص كوباية، نحط كده كوباية ونص مية، ونرفعهم بقى كده على النار بدون ما نقلبهم ولا نحط فيهم اي معلقة نهائي، علشان خاطر السكر بتاعنا ما العسل بتاعنا او الشربات بتاعنا ما يسكرش. هنركنها بقى كده لحد لما تغلي والسكر بتاعها يدوب، وبعد ما بتغلي ب10 دقايق بنحط لها عصير نص ليمونة، وبعدين هسيبها 7 دقايق تغلي. بعد ما بحط الليمونة وبطفي عليها النار وبحط لها ظرف فانيليا. تعالوا بقى نجيب هنا الكنافة بتاعتنا. احنا طبعا جايبين الكنافة هنا طازة، مش مجمدة ولا اي حاجة، وكمان بالطازة بيكون برضو طعمها حلو، بتبقى اطعم كمان من المتجمدة. تمام. هبدأ بقى ان انا اقصقصها كده بالمقص، او تقطعيها بايديكي او تفرميها في الكبة، المهم لحد لما نوصل يبقى كله زي بعضيه بقى بالشكل ده. هنجيب بقى هنا الصينية بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها. طبعا الصينية اللي هي مقاس 3 في الصواني، هنحط فيها هنا نص كيلو هيكون مناسب. وعندي هنا الكوباية دي 200 جرام زبدة مسيحاها كده الاول، مش سخنة، هي سايحة. تمام. حط كده حبة حلوين في الصينية، في ارضية الصينية من تحت، لان الكنافة بتحتاج سمنة. اديها سمنة تبقى طعمها حلو. نبدأ بقى ان احنا نرشرش الكنافة بتاعتنا بالشكل ده، او نوزعها بقى بالشكل ده، بحيث ان هي تكون كلها متساوية. هبدأ بقى ان انا احطها بقى كلها لحد لما اخلص النص كيلو كله. هحط في الصينية دي اللي هي مقاس رقم 3 في الصواني، اللي هما التلاتة مع بعض بالشكل ده. نبدأ بقى ان احنا نوزعها كده. طبعا لو انت حابة تحطي مكسرات في النص عادي مفيش مشكلة، بس بجد اللي من غير مكسرات دي برضو طعمها حلو جدا. هبدأ بقى ان انا احطهم بقى كلهم بقى كده. كده بقى خلاص حطيت كل النص كيلو كنافة هنا. الصينية دي خدت نص كيلو كنافة. نبدأ بقى ان احنا نوزعها بقى بالشكل ده، ولو لقينا حتة تكون مكلكعة شوية بنبدأ ان احنا نفركها ما بين ايدينا بقى بالشكل ده. وبتجيبي هنا بقى صينية تاني تكون الصينية اللي من فوق الصينية دي، ونبدأ ان احنا نضغطها بقى ونكبسها كده. انا طبعا مش هعملها كده على الرخامة، انا باخدها بقى على الارض وبعز ما عندك بقى، وبتبدأي ان انت تكبسي كده على الصينية علشان خاطر تطلع معاكي مدكوكة بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنبدأ بقى ان احنا هنا نسقلها بقى بقيت كوباية الزبدة بالشكل ده. وطبعا الكنافة بتحب الزبدة الصفراء افضل كمان من الزبدة البلدي في الشغل يعني، وفي الشكل العام. وطبعا اصحاب المحلات بيعملوها بالزبدة الصفراء، ما بيعملوهاش بالزبدة البلدي بالشكل ده. نبدأ ان احنا نغلف كل الكنافة بتاعتنا بقى بالشكل ده. وفي الوقت ده بكون مسخنة الفرن، بحطها في الرف اللي في النص، بكون مولعة من تحت بس. تمام. هدخلها بقى الفرن لحد لما تاخد لون ذهبي كده من الجوانب بقى من فوق بالشكل ده. ببدأ ان انا اجيب بقى غطا، او بتجيبي صينية كبيرة عن الصينية، وبتبدأ ان انت تقلبيها بقى بالشكل ده. بتتقلب معانا بكل سهولة، بخلاف بقى ان انت تولعي الشواية. هي طبعا الكنافة ما بتتعملش الا كده. نبدأ بقى ان احنا نحط هنا معلقة زبدة بس بسيطة كده في ارضية الصينية، ونحط صينية الكنافة نصبها فيها بقى بالشكل ده. هتلاقيها ان هي نزلت معاكي بدون ما تتكسر ولا اي حاجة. وطبعا لما هندخلها هتطلع معاكي مستوية من فوق ومن تحت بقى. خلاص بتتأكدي ان هي احمرت. طبعا مجرد ما طلعت كان الشربات كان بارد، وهي كانت سخنة ساقتها بالشربات، بس اللقطة دي ما جاتش. تمام. وبسيبها بقى ما بقطعهاش كده الا بعد لما بتبرد خالص، علشان تلاقيها ان هي متماسكة. لو قطعتيها وهي لسه بتكون سخنة هتكون متماسكة، بس هتكون مفرولة شوية. تمام بالشكل ده. وطبعا كمية الشربات هتحطي لها شربات لحد لما تشرب معاكي، بتبقى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله شاربة العسل بتاعها، وبجد طعمها حلو جدا. وكمان لما بتكون طازة بتكون أطعم وأطعم، بخلاف إن احنا نعمل الكنافة اللي هي بتكون مفرزة أو مجمدة في الفريزر. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.